السلام عليكم اخوان، تابعوا مزرعه ابو رايه، حياكم الله جميعا. ان شاء الله اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع مهم جدا اللي كيسولوا عليه الناس بزاف، هو موضوع ديال التسمين، واش التسمين فيه الارباح. غادي ان شاء الله الموضوع ديال اليوم غادي يكون هو كيفاش ندخلوا ما بين 3000 درهم حتى 4000 درهم من تسمين 100 ذكر فقط، سواء من دجاج فرنسي او من خليط سلالات الاخوان، يعني سلاله اللي تكون لاحمه كتعطينا اللحم ويكون الفروج ديالها قابل للتسويق على عمر 4 اشهر في السوق المغربي الاخوان. فخليكم معنا من الفيديو حتى من الاول حتى الاخر، ففيه مجموعه من الافادات ان شاء الله اللي تقدر تفيدكم بالنسبه لنا. اخوان، مشروع التسمين كيبقى من اسهل المشاريع في تربيه الدواجن، يعني من اسهل لي برونش، بحال اللي نقولوا لي برونش ديال التربيه ديال الدجاج، من اسهل لي برونش ديال تربيه الدواجن هو التسمين. علاش؟ لانه التسمين كتكون المده ديال الحياه ديالو قصيره، يعني مثلا غنسمنوه في 4 شهور، ماشي هي غنخدموا على سلاله ديال ما نخدموا على دجاجه ديال البيض واحد المده ديال 2 و3 سنين وحنا خدامين بها. هذا اول شيء. ثاني شيء، الارباح كتكون محترمه في واحد المده وجيزه، يعني بالنسبه للناس اللي كتبغي صالير مثلا كل شهر تدخل واحد القدر من المال. ثالث شيء، كتكون السهوله في التربيه، وكيكون التسمين كيكون غير مهدد بالامراض بحال الدجاج اللي غيدوز معاك واحد المده طويله. ندوزو للتسمينه الاخوان، باش نصوروا ما بين 3000 درهم حتى 5000 حتى 4000 درهم في الشهر. لازم الاخوان ما نخدموا على واحد السلاله تكون لاحمه بامتياز ويكون الفروج ديالها تيشبه البلدي 100%. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، يكون كيتوفر عندنا واحد الكوري اللي يقدر الطاقه الاستيعابيه ديالو تقدر تهز لينا 400 فلوس. تمام، تهز لينا واحد 400 فلوس الاخوان. كيفاش غادي نخدموا حنا؟ الدوره ديال التسمين غادي نخدموا على 4 اشهر. 4 اشهر غادي نخدموا مع الفروج 4 شهور، من بعد نخرجوه للسوق. كيفاش؟ غنتجهوا لواحد المصدر يكون كيمولنا بالذكور، سواء خليط سلالات او الدجاج الفرنسي. هادو كيبقاو او احسن اختيارات. الاختيار الاول كيبقى الدجاج الفرنسي، والاختيار الثاني خليط سلالات اللي يكون مليح، اللي يكون الفروج ديالو يعطينا واحد الروندمون ديال اللحم مزيان. هذا اول شيء. كنختاروا واحد الفورنيسور اللي بقى يفورنينا. اول شيء كنشدوا داك الكوري كنقسموه على 4، يعني كل اسباس غادي يهز لينا واحد 100 فروج. تمام، واحد 100 ذكر. غناخذوا داك الذكور على عمر 21 يوم باش يتقاموا علينا رخاص، او لا شهر باش يتقام علينا التسمين ديالهم رخيص. الثمن ديال داك الفلوس غيكون كيتراوح ما بين، لاخذين على 21 يوم غيكون كيتراوح، نقولوا حنا شهر، غيكون الثمن ديالو كيتراوح ما بين 15 درهم حتى 20 درهم. هذا بالنسبه للذكور، غير الذكور فقط، ما بين 15 درهم حتى 20 درهم. حنا علاش اختارينا هاد جوج حوايج، هاد جوج سلالات؟ لان الروندمون ديالهم يكون مزيان والفروج ديالهم غيعطينا فروج بلدي. يمكننا نمشيو ناخذوا الكروازي، ولكن الكروازي ناقص شويه في الثمن، ولكن راه الروندمون ديالو طالع، ولكن راه حنا غنبغيو غنبيعوه ناقص الثمن على باش غنبيعوا الدجاج الفرنسي. لذلك ما نشطروش في هذه المساله هذه. 5 دراهم ديال الفرق ما دات ما جابش حتى ل 10 دراهم غادي نربحوها حنا ان شاء الله في الكيلو. يعني الفرق ما بين الكروازي والبلدي في البيع كيكون تقريبا واحد 15 درهم حتى 20 درهم في الكيلو. يقدر يكون البلدي داير 60 درهم، الكروازي تقدر تبيعو بواحد الثمن ديال واحد الثمن ديال 40 درهم 35 درهم. يعني هذا هو الفرق كيكون في البيع. تمام الاخوان، غادي ناخذوا المية الاولى غادي نحطوها في داك البارتيه من داك البارتيات اللي قسمنا هذا الكوري اللي هو قسمنا على 4. نبقاو خدامين معاها بالعلف، يعني حنا خديناها عندها شهر، يعني غنوليو نخدموا معاها بالدوزيام، علف الدوزيام. نبقاو خدامين معاها، غنمشيو معاها حتى 4 شهور، حتى لشهرين. ملي غنوصلوا معاها، ملي غدوز عندنا هذيك الشهر، غنجيبوا وحده اخرى 100 اخرى غندخلوها للبارتيه الاخرى اللي قسمنا، وغنجيبوا عاوتاني نخدموا معها شهر، ونجيبوا بارتيه، نجيبوا 100 اخرى ونحطوها في داك البارتيه عاوتاني كذلك ومثال حتى نعمروا البارتيات ب4. ملي غنوصلوا نعمروا بارتيات ب4 غتكون داك الباندا الاولى اللي خدينا هي الاولى غتكون كملت 4 شهور، نخرجوها السوق نبيعوها ونعمروا وسط بلاصتها. هكا غنبقاو خدامين على طول الشهر، على طول العام، وغيكون عندنا مدخول شهري كل شهر غنخرجوا باندا غنبيعوها، غنحيدوا الساير ديالنا المسائل كذا، غيبقى لنا داك لامارج ديال الربح. نوريكم كي غادي ديروا تخدموا
مع التسمين ديال هذا الفروج. كناخذوه واخد ديماراج عنده شهر، كنخدموا معاه حنا بالدوزيام حتى كيكمل شهرين. كيدير شهرين تنبداو نخدموا معاه سميتو، كنبداو نخدموا معاه بواحد 50% كتبقى على المركب، واحد 50% كنخدموا معاه مثلا نخدموا معاه بالضراب، الشعير، الفرينه. نقدروا نعاونوه بشويه ديال الشعير المستنبات، بالازوله الا كانت عندنا، بالمسراح هكا، باش الفروج غادي يطلع لينا مبلد الاخوان، وتكون عندنا لا كاليتي في اللحم ديال الفروج الاخوان. هكا غادي نخدموا معاه ان شاء الله، ونحاولوا نخدموا معاه بالاعشاب، نتفاداو الادويه باش يكون داك الكو ديال اللحم يكون بلدي 100% الاخوان. هكا غادي نبداو خدامين معاه ان شاء الله. كما نخدموا مع الباندا الاولى، نخدموا مع الثانيه، نخدموا مع الثالثه، نخدموا مع الرابعه. الفلوس الاخوان اللي خديناه ب 20 درهم في داك 4 شهور حتى 3 شهور ونص، غادي نقدروا نخسروا عليه تقريبا واحد 30 درهم. غادي يتقام علينا الفروج الاخوان بواحد 50 درهم. عنده 4 شهور، عنده 5 شهور الاخوان، يعني ناخذوه عنده شهر ونخدموا معنا 4 شهور، هي 5 شهور. مثلا الفروج الفرنسي في الامور 5 شهور يقدر يعطيك واحد الكيلو 700 حتى الكيلو 800. كيلو 700 حتى 2 كيلو 200، من كيلو 600 حتى 2 كيلو 200، يعني هكا تيلعب. نديرو المتوسط غيعطينا واحد الكيلو 800 متوسط. الا شدينا داك الكيلو 800 وضربناه في 1000 ريال الكيلو غيعطينا واحد 90 درهم. نحيدو 1000 ريال تبقى لنا 40 درهم. 40 درهم الاخوان الا ضربناه في 100 تبقى لنا 4000 درهم. بالنسبه اللي غيقول لك الكسور ومن هنا من لهيه من هنا من لهيه، حنا الكسور ديال 100 فلوس كتكون كسور قليله، ماشي بحال اللي عندك 500 ولا 600 ولا 700. شحال يقدر يكون كاع ديال الكسور؟ 10 ديال البياسات، 10 ديال البياسات الاليمينيوم نحيدوا لهم فلوسهم الاخوان. وراه كيكون عندنا حتى حنا واحد الامتياز ديال اننا نقدروا نبيعوا مثلا داك الفروج ب 60 درهم وب 55 درهم للكيلو، ماشي نبيعوه غير ب 50 درهم. وعندنا واحد الامتياز اخر اللي هو اننا حنا عطينا 30 درهم في 4 شهور، نقدروا ما نوصلوش ليها. الا عرفنا نخدموا مع الفروج ديالنا نقدروا ما نوصلوش ليها. حنا قلنا راه 5 شهور عاد نبيعوه، نقدروا ما نوصلوش 5 شهور. بحال دابا الفروج الفرنسي تقدر تبيعو على 3 شهور ونص 4 شهور وغتخرج فيه وزن مثالي ووزن جيد جدا. يعني هذه امور كتدخل، يعني باش ما ندخلوش في الحيتيات وما نبقاوش نركزوا على هذه ونركزوا على هذه، لان عطيتكم انا واحد الفكره جلوبال وحاولت نديطاي لكم ونبين لكم المسائل. واللي بغى يتوكل على الله راه غيدير التجربه وغادي يتوكل على الله. هادشي اللي غنقول لكم، الانسان غادي يدير التجربه وغادي يتوكل على الله. حنا هذه غير كبدايه، مثلا حنا عطيناكم التجربه غير ديال 100 مثلا، ولو داك 100 تخلي لك غير 2000 درهم وتخلي لك غير 1500 درهم في الشهر. يعني الا خلات لك 1500 درهم في الشهر ها هي داخله عندك واحد 50 درهم في النهار، يعني كدخل اضافي وما عندكش فيه تماره. راه التسمين ما فيهش تماره، كتجيب فلوس كتحطو وكتبدا تعطيه بالعلف وتمشي في حالاتك، تعطيه العلف الصباح وتمشي في حالك، وتجي تعطيه العلف في العشيه وتمشي في حالاتك، وغتقدر تنقي له كل اسبوع. صافي هادشي اللي غادي دير ليه، يعني ما غياخذلكش وقت. تقدر دير هادشي هذا باغاليل سميتو باغاليل خدمه اخرى. يعني هذا هو التسمين، وهذا الامتياز ديال التسمين باش زوين، فهمتوا؟ هذا الامتياز باش التسمين باش زوين. حنا ولو خلينا غير 1500 درهم راه مزيانه. علاش؟ الا كنا قادرين نربيو 100 من بعد نقدروا نوليو نربيو 500. احنا ولينا ربينا 500، احنا فين غنوليو في 7500 درهم. انت غادي تولي تلعب على 7500 درهم كدخل شهري. فهمتوا الاخوان؟ حنا بدينا الفكره غير بسيطه ونقدروا نتوسعوا عليها من بعد. هذا هو المشروع ديال الدجاج، خصكم تاخذوه بهذه المساله هذه. الا كنت قادر تدخل درهم بواحد البروجي راه من بعد راك اكيد راك تولي قادر تدخل 10 دراهم. يعني الصعيبه فين هي انك تدخل داك الدرهم. الا عرفتي الطريقه كيفاش تدخل داك الدرهم راه من بعد تقدر تدخل 10 دراهم. يعني خاص يكون الاجتهاد ويكون العمل ويكون الخدمه، يعني ماشي تدخلها بالكلاس. يعني الانسان خصو يطور من راسو. الا خدمتي هذا النهار دخلتي درهم خصك خطرات تخدم باش تدخل 2 دراهم. هكا الاخوان الخدمه كتمشي، وهكا مشاريع ديال الدجاج او لا غيرها من المشاريع هكا تتخدم. المشروع ديال الدجاج الاخوان راه مربح جدا، وبالنسبه للتسمين راه من المشاريع من لي برونش المربحه واللي ما فيهاش تماره الاخوان في الدجاج. راه ملي كتخدم على التفقيص راه الفلوس فيه تماره، فيه تماره الاخوان مقارنه مع داك لامارج ديال المعاش ديالو والربح ديالو راه فيه تماره. المشروع ديال انتاج البيض فيه تماره، ولكن المشروع ديال التسمين ما فيهش تماره، ولو يكون الدخل ديالو ناقص شويه كيكون افضل. انا بالنسبه لي من اسمه افضل لي من
من التربيه ديال الدجاج البياض، او لا افضل من سميتو، او لا افضل من انتاج الكتكوت. كيبقى الاخوان اللي كيخلينا اننا نركزوا حنا على انتاج البيض وانتاج الفلوس، هو يعني راس المال ما كاينش كثير، لانك غتبقى تسنى مثلا واحد 500 فلوس او لا 1000 فلوس حتى تكبر 4 شهور و5 شهور عاد تبيعها. يعني هذا هو اللي كيخلي. ولكن الناس اللي عندها شويه ديال راس المال تخدم بهذه الطريقه هذه غتلقى نتيجه. وواحد القضيه اخرى، ما بالك الاخوان لو كان داك الفلوس ديالك، يعني داك الذكر هو انتاج ديالك، بيضه ديالك قصتيها عطاتك داك الذكر وقمتي بالتسمين ديالو، غتكون الارباح جد مضاعفه. نحاول نعطيكم واحد الفكره جلوبال، وهاد الفكره راه خدامه لكم 2000% الاخوان، فديروا بها وتوكلوا على الله. بداو غير ب 10، بداو غير ب 20، بداو غير ب 30، بداو غير ب 40 كتجربه بدائيه. خذوا فلوس الذكر الفرنسي، خذوا ديال الخليط السلالات. انتم شوفوا، انتم شوفوا السلاله، شدوها ودرسوها وشوفوها واش قابله للتسويق في السوق. الا كانت قابله للتسويق وعندها روندمون مزيان، عندها الفروج ديالها كيدير باللاره كبيره مزيان، اللون ديالها مزيان، كلشي ديالها مقبول في السوق، فتوكلوا على الله وخدموا عليها. ما نتمنى لكم الا التيسير ان شاء الله. وتحياتي لكم، اناكم الله، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ابو ريان يحييكم، شكرا.